ما يزال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مستمراً إلى الحين في محاولاته لإقناع اللاعب الدولي إلياس ابن صغير بالانضمام للمنتخب الأولمبي الفرنسي والتراجع عن تمثيل المغرب، رغم تأكيده مراراً على اختياره للمغرب وافتخاره بتمثيل بلده الأصلي. مدرب المنتخب الأولمبي الفرنسي تيري هنري يحاول جاهداً إقناع إلياس ابن صغير وإغراءه باللعب في موقع أساسي ضمن المنتخب الفرنسي لأقل من 23 سنة خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل، غير أن ابن صغير رفض العرض وأبدى تمسكه الشديد باللعب لصالح المنتخب الوطني المغربي. وعن أسباب تمثيله لأسود الأطلس وتفضيله للمغرب على فرنسا كشف إلياس ابن صغير ذات ندوة صحفية قائلاً: في الحقيقة كان الاختيار بين فرنسا والمغرب بالنسبة لي أمراً صعباً ومعقداً، لكن بعد تفكير عميق اتخذت قراري واخترت اللعب لصالح المغرب، وذلك بناءً على أصولي، فأبي وأمي مغربيان. وقد لعبت والدة إلياس ابن صغير ذات الأصول المغربية دوراً حاسماً في اتخاذ ابنها القرار النهائي في اختيار المنتخب المغربي واللعب تحت راية بلدها الأم، لذا لم يجدي نفعاً مع ابنها أسلوب الإغراءات المتواصلة التي تحاول فرنسا وضعها أمام الأخير لاستمالته. وعقب قراره سجل اللاعب إلياس ابن الصغير مشاركته للمرة الأولى مع المنتخب المغربي في مقابلتين حبيتين ضد أنغولا وموريتانيا الشهر المنصرم في إطار الاستعداد لمواجهة زامبيا والكونغو شهر يونيو المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.